ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ انا النهارده بقى كان عندي منجايه، قلت كده اما اعمل حاجه حلوه كده نفرح ولادي كده بيها، ونعمل حاجه كده جميله يا رب تعجبكم كده ان شاء الله. نسمي الله كده ونصلي على سيدنا محمد ونقول عملنا ايه. اول حاجه عندي كان عندي كيس كريم شانتيه كده، كنت جايباه بحوالي 20 جنيه او 25 جنيه. عملته كده وحطيت عليه نص كوبايه من السكر الناعم، وبدات كده بكوبايه لبن، بدات بيها في الاول خالص اضرب كده المكونات بتاعتي لحد ما تمتزج خالص. لو احتاج معايا لبن انا بسيب نص كوبايه، لو احتاجت لبن. المهم الكريم شانتيه يبقى عندي ماسك شويه، متماسك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. زودت بس حوالي ربع كوبايه لبن، يعني يبقى حوالي نص ربع كوبايه وربع او كوبايه ونص لبن تعملي الكريم شانتيه بتاعك. هبدا كده في صينيه على النار كده، انزل بثلاث اربع معالق سمن، وهنزل ايه بالكنافه بتاعتي. دي كانت في الفريزر وانا مفرفتها كده، بطلعها وهي مجمده وبحاول افركها بايدي كده تطلع بالشكل ده. هبدا على ما سخنت السمنه وانزل بقى بالكنافه اللي انا ايه قطعتها. حابه تحطيها في الكبه وهي لسه طازه هتطلع معاكي حلوه برده بنفس القوام. هبدا اقلب 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 لحد ما احمرت معايا وخدت اللون الذهبي الجميل ده. اكون عامله عسل بقى شربات على النار، كوبايه وكوبايه ونص سكر وكوبايه ميه، ده عشان اطلع شربات يكون تقيل نوعا ما يعني، وعصره ليمونه. اطلع كده الشربات هياخد له حوالي 12 دقيقه يطلع معايا ايه يعني ما شاء الله شربات تقيل حلو، بس مش تقيل قوي، تقيل نص نص. هبدا كده اقشر المانجايه بتاعتي ومعايا كيس من الجيلي. هبدا الاول هقول لك اعمل ايه خطوه خطوه. لو عجبك الفيديو للاخر وكملتي ما تنسيش الاشتراك في القناه، فعلي زر الجرس على علامه الكل، واعجاب بقى وكومنت حلو منك. بدات قشرت المانجايه بتاعتي، هي مانجايه واحده بس اللي هي المانجايه النعومي دي، وقشرتها وابدا اقطعها من الجنب ده والجنب ده والجنب ده كده، والاخر الجناب الصغيره دي هاخد منها الجزء الصغير اللي هيبقى فيها اهو كده بالشكل ده، وهقطع كده مكعبات صغيره خالص بالشكل ده. لو عندك منجايه واحده منجتين هتبقى جميله برضو ما شاء الله. اقسمها كده بالشكل ده كده مكعبات. خلاص كده بدأت عندي المانجا جاهزه متقطعه مكعبات. طبعا الجيلي على النار، هبدأ كده احط حوالي كوبايه ونص من الميه، وابدأ احط كيس الجيلي بتاعي. لو الميه تغلي الاول احط كيس الجيلي. حابه تزودي في الخطوه دي معلقتين سكر ومعلقه سكر ان انت تسكريه شويه، تبقى كل حاجه عندك سكرها حلو مفيش مشكله. حابه تسيبيه كده مع الكريم شانتيه يبقى برده مسكر، لان احنا حاطين سكر في الكريم شانتيه الخام. بدات كده قلبت كده مكونات الجيلي بتاعتي، وابدا ارفعه على النار. حطيت الميه بتاعتي خلاص كوبايه حوالي كوبايه ونص، وهقلب اقلب اقلب وهسيبه يغلي خالص لحد اسيبه كده يبرد. اسيبه بقى على جنب يبرد لحد ما ابدا ارجع اخلص خطواتي، وارص الكنافه راق في الاول كده، هبدا اسقيه عسل وابدا ارصه كده. حابه تسقيه وهو في الصينيه وبعدين ترصيه مفيش مشكله، حابه تسقيه وهو في ارضيه الصينيه وتسويه مفيش مشكله برده، كل واحد. هبدا اسقيه عسل برده، انا كنت سقيته شويه هبدا اسقيه برده شويه تانيين عشان يتماسك كده ببعضه، وابدا ان انا اسويه في الصينيه كانك بتعملي بسكوت بالظبط اللي احنا بنعمله. الخطوه دي ينفع معاها، الوصفه دي ينفع معاها بسكوت اللي هو اللي نطحنه في المطحنه، او ينفع معاها كنافه. هي دي الكنافه بالمانجا احنا بنشتريها غاليه طبعا من بره وبتبقى مكلفه جدا، احنا هنعملها في البيت بابسط مكونات في صينيه بايركس صغيره يعني حوالي 20. وهبدا كده انزل بمكوناتي، وابدا بقى الكريم شانتيه بتاعي كان خلاص متماسك يعني ما شاء الله وسقع. ابدا ارصه كده بالشكل ده. قبل ما كان يتجمد معايا بدات كده ان انا اسويه بالشكل ده. بدات رصيت كده من المانجا بتاعتي كلها كده بالشكل ده. هبدا بقى الجيلي كان بارد عندي خالص وبدا معايا يبقى حلو، بسيبه برده في التلاجة يسقع شويه. لو انت حابه ما تحطوش دافي حطيه عادي برده ساقع مفيش مشكله، بس ما يكونش ساقع قوي ان هو يعمل جيلي. هو يعمل على الصينيه، احط الصينيه طبعا في الفريزر. بس انا في الخطوه دي بصراحه انا ما سبتهاش في الفريزر، انا حطيتها في التلاجة فتره، بس كانوا العيال عايزين ياكلوا منها قطعتها بدري بدري. انت حابه ان انت تخليها متماسكه وتبقى الخرطه خرطه معاكي حطيها في الفريزر تتماسك. بدات كده خلاص احط الجيلي بتاعي بمعلقه كده وابدا اسويه بالشكل ده. المهم ان الجيلي ما تحاوليش الجيلي يفكك الكريم شانتيه. انا في الخطوه دي وانا بعمل ضغطت جامد في الخطوه فنزل بضغط. هبدا كده انا قطعتها ما سبتهاش تسقع كتير وبدات اقطعها. كان المفروض اسيبها في الفريزر شويه بس انا حبيت ناكلها سايحه كده تبقى زي الايس كريم. شايفين حبايبي جميله ازاي وطعمه ولذيذه. لو عجبك الفيديو بقى
ما تنسناش في الاشتراك في القناة وفعلي زر الجرس. اشوفكم على خير حبايبي، فيديوهات جاية ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واشوفكم على خير.